السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. الوصفه ديال اليوم واحد الشهيوه اللي لذيذه كنوجدوها بنوع انواع من الفرماج للكوتي مع واحد برير داتاي كيجيو غزلان مقرملين ولذاذ. اذا نتبعوا معايا الوصفه. بسم الله. كناخذوا واحد الاناء كنوضعوا فيه 150 غرام ديال الفيطه اللي حكيتها، فرماج الفيطه، وكنضيف واحد 50 غرام ديال الجبن الاحمر ايضا، وكنضيف له واحد الحك ديال 200 غرام ديال فرماج الدهن اللي كندهنوا به الخبيز الصباح للوليدات. ثم كنضيف واحد 2 معالق ديال الشابلور، خبيز اللي حكيناه كيكون يبس وكنحكوه وكنستعملوه. وكنضيف واحد البصله اللي حمرنا بشويه ديال الزيت ومليحه وبشويه ديال الابزار. اذا كنخلط الكل مزيان، هاد انواع ديال 3 ديال الفرماج مع البصله مع شابلور حتى كان يتخلط الكل. كنحاولوا ناخذ واحد شويه ديال الزيت في يدينا وكنشكلوا اصابع من هاد الخليط ديال الفرماج اللي حضرنا. اذا كنوجدوا على شكل اصابع، لان هاد الشيء اللي غنوجدوا هما كيف تبغيو تسميو، قنينطات، صغار، اصابع، اللي يعجبكم تسميوه سميوه. اذا كنوجدوا باش كيجيونا مقادين، كنحاولوا نوجدوا هاد الاصابع ديال الفرماج بهذا الشكل. كناخذوا واحد الكميه وكنديوها ونجيبوها بين يدينا بعد ما كنكونوا دهنا يدينا بشويه ديال زيت المائده باش ما كيلتصقش. اذا كيف كتلاحظوا في الفيديو كنشكلوا اصابع ديال الفرماج الاشبال اللي خلطنا. اذا كتلاحظوا كناخذوا الورقه ديال البخار من الاحسن الى لقيتوها كنطويوها على 2، كنقطعوها على 2 وعاود داك النصفين كنقطعوهم على 2 باش كنحصلوا على 4 ديال الاجزاء. يعني كل ورقه غتعطينا 4 ديال القنينطات او 4 ديال الصغار او 4 ديال الاصابع ديال الفرماج. اذا لاحظوا معايا قطعنا الورقه على 2 وكناخذوا داك النصفين نجمعهم وعاود نقطعهم على 2. اذا كتعطينا 4 ديال الاجزاء. كنحيدوا بالمقص داك الجناب اللي كيكونوا يابسين، الحواف ديال الورقه. اذا كناخذ واحد المقص وكنقطعوا داك الجوانب اللي ناشفه كنزولوهم، وكناخذ كل مثلث ديال الورقه اللي قطعنا. الجهه الحرشه كنعملوها من الفوق وكندوروا داك القنيت لقدامنا قبالتنا وكنوضعوا داك الصباعات اللي وجدنا ديال الفرماج وكنلويهم بهذه الطريقه. اذا لاحظوا معايا انا كنوريكم الطريقه باش يجيو مقادين معوجين ما مفاوتين ما والو. وكنلصقوا الجوانب بشويه ديال الدقيق الابيض اللي خلطنا مع شويه الماء، كنستعملوه باش كنلصقوا الجانب الاخير ديال هاد السيجار. اذا كنحاولوا نديوهم ونجيبوهم بهاد الطريقه باش كنوزعوا داك الفرماج على الورقه كامله، وباش كنسوديو مزيان الورقه باش ما تحلش في القلي. بهاد الطريقه كيف كتلاحظوا غادي نعاود باش تمكنوا من الطريقه. اذا نفس الشيء كنوضع واحد صبيع ديال الفرماج وكنلويو بهاد الطريقه 2 لويات وكنجمعوا الجوانب. اذا نعاود كنوضع واحد القليل من الدقيق، عجين ديال الدقيق والماء، وكنلويو كيف كتلاحظوا وكنديوها ونجيبوها بهذه الطريقه. غادي نحاول نعاود معكم واحده اخرى.
نبدا نلاحظوا معي كيفاش كنطويو الجناب باش كيجيونا مقادين، كيكونوا متوازيين، داك الجناب كيكونوا متوازيين. كنلوي عاوتاني حتى الاخر وكنديها ونجيبها باش كتلتصق وكيتوزع الخليط داخل الورقه. اذا منين كنكمل جميع الاصابع كلويتهم في الورقه كندخلهم المجمد، لان خصهم يتقلاو هما جامدين باش ما كيتحلوش. كناخذوا الزيت كنسخنوها مزيان وعاد كنقليوها. واللي بغى يطيبها في الفران ممكن ترشوها بشويه ديال الزيت وكتدخلوها للفران اللي سخنا من قبل، وكننزلوا شويه النار متوسطه وكنراقبوها حتى كطيب. اذا هذا هو شكلهم، ما كيطرطقوا ما والو. نتمنى يكون عجبتكم هذه الوصفه بالصحه والراحه. ما تنساوناش من الاشتراك في القناه والاعجاب والبارطاج، ولكم جزيل الشكر. والى وصفه مقبله ان شاء الله بالصحه والراحه، وشكرا لكم.